الجزء التالت بمقلب حمدي ووفاء. طبعا كلنا شفنا الجزء التاني لما حمدي خرج بره الصندوق وخالف كل التوقعات. مفيش اي حد خطر في باله اللي حمدي عمله، والكل كان فاكر ان هو راح مصر او السعودية او عامل مفاجأة لندى في عيد ميلادها. لكن في الحقيقة اللي حصل كان غير كده. حمدي قال لما يضرب عصفورين بحجر وعمل مقلب في ندى ووفاء في نفس الوقت. وحمدي كذب على وفاء وقال لها ان هما هيسافروا دبي ويرجعوا تاني صد رد. لكن لما وصلوا دبي وفاء اكتشفت غير كده، لما لقت حمدي ناوي يقعد فترة ويسيب ندى في تركيا لوحدها. وأغلب متابعين حمدي ووفاء صعب عليهم ندى، لأنهم شايفين المقلب صعب عليها لأنها ما تقدرش تقعد في تركيا لوحدها، لأنها ما تعرفش أي حد ولا حد يعرفها. ووفاء في الأول كانت شاكة في حمدي ومش عايزة تطلع معاه، لكنه قدر يقنعها بذكائه. ولما وصلوا لدبي حمدي على ليفل المقلب وقال إن هما يقعدوا في دبي فترة ومش هيرجعوا تركيا دلوقتي. وده اللي خلى وفاء تنهار ومبقتش عارفة تعمل ايه. والجزء التاني انتهى لحد هنا، وحمدي طلب 200 ألف لايك عشان خاطر ينزل الجزء التالت. تابع معايا الفيديو للنهاية وانا هلخص لك اللي هيحصل في الجزء التالت. حمدي في الحقيقة ما كانش رايح دبي علشان خاطر يعمل المقلب مخصوص في ندى، هو ليه شغل في الامارات وكان رايح علشان يكمله. واجازة ندى قربت تخلص وهترجع للمدرسة تاني، علشان كده حمدي قرر ما يتعبهاش ويسافر هو من غيرها ويخلص شغله ويرجع تاني، والمرة يعمل سلسلة مقالب زي بتاعت زمان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.